حركه اسمها حركه مصر وبس. قبل ما نشكل الحركه دي كنا حزب انت مصري، وانشقينا بقينا حزب انت مصري واتحاد صور مصر، وبعدين بعد كده عملنا حركه اسمها حركه مصر وبس. ليه الفكره عملتها حضرتك؟ الفكره طبعا ليه؟ لان لقينا في تشتت افكار كتير، يعني ايه، وكل واحد عمال يستقطب من ناحيه، يعني كل واحد بيحاول ان هو ايه، ان هو يعني كل واحد بيحاول يتكلم عن الشعب باسمه. يعني جبهه الانقاذ تقول ايه، تقول انا بتكلم باسم الشعب، وبتكلم انا باسم الثوره، وانا بتكلم برغم ان المفروض اصلا اللي بيتكلم باسم الشعب، او المفروض ان هو بيتكلم باسم الشعب هو واحد بس، اللي هو رئيس الجمهوريه، اللي هو المنتخب، ايا كان رئيس الجمهوريه سواء مرسي او غير مرسي او اي حاجه ثاني، المهم ان هو الوحيد اللي مسؤول عن الشعب، والوحيد هو اللي يتكلم باسم الشعب. فمن هنا جت الفكره ان احنا بنتكلم عن مصر، عن مصر وبس، عن مصر وبس. ايه اللي يخدم بلدنا؟ ايه اللي يخدم بلدنا؟ وبناء على كده بدانا نفكر في موضوع ايه، مصر وبس. بنحاول بقدر الامكان ان احنا نبدا نظهر الايجابيات مع السلبيات، يعني ما بنظهرش الايجابيات لوحدها او السلبيات لوحدها، لا بنظهر الايجابيات مع السلبيات. بس حاليا مهتمين بفكره الايجابيات بتاعت الحكومه اكتر. ليه؟ لان الاعلام كله بيصب على، مش على السلبيات، بيصب على اي لفظ اي حرف بالنسبه للسلبيه للايه، للحكومه. يعني مجرد ان هم بيتكلموا اي كلمه او اي حاجه على طول الكلام بيتقلب مباشره للعكس. عايز توجه اي رساله لاي حد من الثوار او لجبهه الانقاذ؟ طبعا لا، انا بوجه للثوار زمايلنا اللي كانوا في الميدان، اللي احنا قعدنا مع بعض وكلنا عيش وملح مع بعض، واتبهدلنا مع بعض، ونمنا مع الرصيف مع بعض، اللي هم مغرر بيهم، اللي هم موجودين، ما بينزلوش ميدان التحرير، هم موجودين حوالين ميدان التحرير وليس في ميدان التحرير، لان هم يعلموا جيدا اللي موجودين في ميدان التحرير ما همش الثوار، هم يعلموا كده جيدا. ماشي، فانا بدعمهم ان هم يجوا يقفوا مع الشرعيه ويساندوا الشرعيه ايا كان الشرعيه، ايا كان الشرعيه. دي فعلا دي رساله بوجهها. لكن جبهه الانقاذ او جبهه الحراب دول طبعا مكشوفين حتى للفنون نفسهم، ان هم دايما بينطوا على المليونيه، او بينطوا على الثوار، او بينطوا على كل حدث كبير بيحصل. يعني هو دايما تلاقي موقفه موقف انتهازي، للاسف انتهازي من ناحيه الثوار، وانتهازي من ناحيه البلد نفسها.